السلام عليكم أصدقائي. اليوم غادي نحكي لكم قصة ماشي سهلة. قصة دار الشوافة في قنيطرة. دار قديمة مسكونة، الناس كيحكيوا عليها بزاف، كيقولوا أي واحد يدخلها ما يرجعش بحياته. أنا الحاج إدريس، وقلت نجرب نشوف الحقيقة بعيني. دخلت للدار في الليل، وديك اللحظة حسيت بالبرد في الجو. الريح كتحرك في جوانب الحيطان والهمسات، بحال شي صوت خفي كيهمس باسمي. ما كانش أي واحد هنا، غير الظلال كتحرك بحال شي كيان خفي. الحيطان كلها رموز قديمة، علامات الجن، وكل رمز كيزيد الرعشة في قلبي. ولكن الفضول ديالي كان قوي. قلت لنفسي خاصني نوصل للكنز اللي كيحكيوا عليه الناس. مشيت خطوة خطوة، وكل خطوة كتزيد التوتر. حسيت بحركة في الظلام، بحال شي ظل كيتبعني بلا ما نشوفه. قلبي بدا يخفق بسرعة. وصلت لممر ضيق، كل جانب فيه رموز غريبة، كيبان لي أنهم كيتراقبوني. ولكن ما قدرتش نرجع، خاصني نشوف الكنز بعيني. فجأة لقيت الصندوق القديم، مغلق عليه غبار وزيوت الزمن. قربت ليه، حركته بيدي، وطلع ضباب أسود، بحال شي طاقة غريبة خارجة منه. الصوت بدأ يهمس في ودني. الكنز مشي ديال البشر، كل واحد يلمسه كيدفع الثمن. رجعت للوراء شوية، ولكن الفضول ديالي كان أكبر. حركت الصندوق شوية، حسيت برعشة في الجسم، كأن شي قوة خارقة خارجة من الصندوق. الظلال بداو يتحركوا بسرعة. ديك اللحظة سمعت خطوات كتقرب مني، أبواب كتسد فجأة. قلبي كان غادي يخرج من صدري، ولكن قلت لنفسي خاصني نهرب. خرجت من دار الشوافة في الليل، ولكن ظل الدار بقى كيتبعني في الضباب، بحال شي عين كتراقبني. كل خطوة كنت تخيل فيها أن الظل قريب مني، وما فهمتش شنو غادي يوقع. وصلت للزنقة الكبيرة، حاولت نهدأ، ولكن الصوت والهمسات بقت معايا. والكنز؟ راه مشي غير كنز، راه لعنة. أي واحد يقرب منه الرعب غادي يبقى معاه طول حياته. والناس في المدينة غادي يهدروا على القصة ديالي بزاف. صراحة أصدقائي، هذه قصة ماشي سهلة، ولكن بغيتكم تعرفوها ملي تدخلوا أي دار غريبة. وديك اللحظة اللي غادي تشوفوا فيها أي ضوء غريب أو ظل غامض، تذكروا الحكاية ديالي. واللي تبع الفيديو كامل راه شاف كل شي بعيني. صاحبي، بعد ما خرجت من دار الشوافة في الليل، قلبي كان كيدق بسرعة، والضباب كان باقي مغطي الزنقة كلها. حسيت أنه الظل ما مشاش بعيد، بحال شي عين كتتبعني. كل خطوة كنت تخيل فيها أنه قريب مني. رجعت للزنقة الكبيرة، حاولت نهدأ، ولكن الصوت اللي سمعته في الدار همسات غريبة بقات معايا. حسيت بشي حاجة غريبة كتتحرك في الظلام. قررت نمشي للدار القديمة اللي قريبة من الزنقة. الناس كيقولوا عليها مسكونة أكتر، وما كنتش باغي نصدق، ولكن الفضول كان قوي. دخلت بحذر. الجدران كلها مغطاة بالرموز، الأرضية خشبية، صوابع الريح كتخبط في الحيطان. قربت للغرفة اللي فيها الصندوق، وديك اللحظة ضوء الصندوق بدا كيتوهج بحال شي نار خافتة. حسيت برعشة قوية في الظهر، وظهر لي الظل طويل بلا ملامح، عينيه مضيئة. الصوت بدا يهمس بصوت خافت. كل واحد يقترب من الكنز الرعب غادي يرافقه مدى الحياة. حاولت نهرب، ولكن الباب تسد لوحده. قلبي بدا كيخفق بقوة. الظل قرب مني، وكل خطوة كان بحالها كتسحبني للكنز. فجأة حسيت يدي لمست الغبار على الصندوق. ضوء غريب خرج، وكل الرموز على الحيطان بداو كيضويو. حسيت بالقوة كتخرج من الدار كلها، ولكن الفضول كان أقوى. حركت الصندوق ببطء. الظل بدا يبتسم، ولكن بلا ملامح. ريح قوية ضربت الغرفة، أبواب كتسد فجأة، وكل خطوة ديالي كانت كتخبط في الرعب. قررت نهرب. خرجت للزنقة، ولكن الظل تبعني في الضباب. حسيت بالمدينة كلها كتراقبني، وكل الزوايا فيها همسات. والكنز راه ماشي كنز عادي، راه لعنة. أي واحد يقرب منه غادي يبقى الرعب معاه. وصاحبي، أي واحد يشوف هذا الفيديو تذكره، القصة ماشي لعب، هذه تجربة ما عمرني نساها. واللي تبع الفيديو كامل راه شاف كل شي بعيني، من أول دخول للدار حتى اللحظة اللي خرجت فيها.